السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في مطبخ بوسي. لو اول مرة تشوفي قناتي اسعديني باشتراكك في القناة، ولو عجبك الفيديو لايك وشير كتير. تعالوا بقى نخلي البتنجان اللي بيبقى لونه وردي كده واحمر، وبيبقى لونه موف كده جميل، وبتنجاني لون البتنجان اللي احنا بنحبه في الهدوم. وهو اسمه بتنجان، وبيبقى لونه بتنجاني فعلا، وبيبقى لونه موف كده وجميل. هو حاجة واحدة أو حاجتين بالظبط بنحطهم بيخلي لونه جميل جدا. وفي نفس الوقت التتبيلة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت بتبقى طعمها جميل جدا. صدقوني أنا عن نفسي باكل البتنجان دوت بالعيش يا جماعة. من كتر حلاوته بعمله سندوتشات كده، وبفضل رايحة جاية أكله. ومن من كتر ما انا بحبه ما بعملهوش كتير، لان بجد بيرفع بقى الضغط والاملاح، وبيخليكي تشربي ميه كتير جدا من كتر الملح اللي فيه. تعالوا كده هنشوف ايه المكون اللي انت بتحطيه ده يا بوسي. ليمون. ليمون. اول حاجه احنا غسلنا البتنجان، شلنا العنقود الاخضر، حطينا شويه ميه في الحله زي ما انتم شايفين، وعصرنا عليه نص ليمونه. اصلا الليمونه ديت يعني هي كبيره. عملت نص واحدة. وحطيت النص التاني يعني. بس بقولك ان ليمونة واحدة كفاية. وايه التاني اللي انت بتحطيه ده يا بوسي؟ خل. نقطة خل بسيطة كده، يعني نص معلقة. نص معلقة بالظبط. اول حاجة، البتنجان بتاعك مش هياخد 3 دقايق على النار، وكمان هيدي لون تحفة جدا. يعني هتشوفوا اللون معانا، المية بتاعته هتبقى عاملة ازاي من غير ما نحط له اي حاجة. اول حاجة التسوية بقى بتاعتنا عشان تطلع التسوية صح. هتاخد معانا 3 دقايق على العين اللي هي المتوسطة اللي انتوا شايفينها ديت. 3 دقايق بالظبط، وهنغطيه وهنحط له شوية المية. هو دلوقتي ابتدى يسخن، هيبتدي يسخن معانا. بصوا لمدة 3 دقايق بالظبط على العين المتوسطة ديت او العين الكبيرة، وبس انت هتغطيه. بصوا انا بقول لكم مهما هنحط المية، انتوا لو تلاحظوا ان انا حاطة نص الحلة ديت. هو كده كده بيبقى عايم على الوش. طب عشان إن في ناس بتفضل تقعد تقلب فيه عشان ما يتهريش منك ولا اي حاجة، غطيه. التغطية البخار بيسوي الوش اللي معانا. وهو لما بيتقل شوية يعني النص، بصوا هتلاقوا النص اللي تحت ابتدى، عشان المية ابتدت تسخن معايا، هتلاقيها ابتدت تسلق. هي بتتقل بقى البتنجانة شوية، بتنزل في المية شوية. اول ما بتستوي الحتة اللي فوق مع البخار هيطلع معاكي مظبوط ان شاء الله. واستحملوني معلش عشان صوتي. بس يعني مجرد 3 دقايق هتلاقوه استوى وجميل جدا. بصوا بقى لون الميه، لسه ما حطيناش اي حاجه. لون الميه بقى احمر او نبيتي او روز كده فاتح. هنجيب بقى الطبق بتاعنا، وهوريكم هينزل هيبقى لونه من جوه. اول حاجه ابيض. اول ما بنفتحش البتنجان بصوا لونه ابيض ازاي. مش عارفه بقى يعني باينه قوي من هنا، كله بقى موف من جوه. آه بصوا. لا تعالي كده بصوا اهو كل دوت كان موف. طبعا انا رحت لقيت الليمونه، رحت نص الليمونه التانية رحت حطاه، يعني انا حطيت الليمونه كلها. هنا كانت دي موف جدا وبيضه زي الفل. اصلا احنا ما بنفتحش البتنجان ولا بنشقه من النص عشان اللي جوه يفضل ابيض زي الفل. شايفين بقى اللون دوت؟ شايفين بقى؟ بصوا على الميه حمراء او روز كده، حلوه جدا. هقطع البتنجان معاكم. بصوا الميه، قطعت البتنجان. بصوا بقى اللي في الطبق، بصوا اللون هنا كنت بوريكم الميه. طبعا بقطع بقى العنقود اللي هو بتاع البتنجان. عايزه تسيبيه ماشي مفيش مشاكل، بس الصراحه انا ما بحبهوش. بصوا بقى اللون، بصوا اللون الموف كده لوحده. او اللون البتنجاني اللي احنا بنقول عليه. من غير ما نحط له اي حاجه خالص. فاهمين قصدي؟ هو ده السر بتاع البتنجان. هناخد بقى الميه بتاعته
زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا، هناخد حبة مية. انا ما بحطلوش مية من بره، انا باخد المية دي. اول حاجة المية مغلية، فيها ليمون، فيها خل. المية بتاعته هي اللي بتخليه لونه احمر و... يعني كل ما بيقعد بيخليه لونه جميل جدا. ده فلفل كنت بق... على فكرة الفلفل دوت ما كانش عندي فلفل حامي. آه ده كان متفرز عندي في الفريزر يا جماعة. بصوا لونه حلو ازاي. يعني ده اللي انا بقول لكم، اي حاجة بنشيلها لو حاجة بسيطة، لو كيس صغير او نشيله في الفريزر بينفع في اي وقت. يعني انا فعلا ما كانش عندي فلفل حامي وعايزة احط فلفل حامي عشان طبعا بيدي طعم حلو جدا. انا ده كنت مفرزة كيس في الفريزر. طيب يا بوسي، ده بيتعمل ازاي؟ انا بغسله كويس جدا وبجففه، وبعد كده بحطه، يا تحطيه على فوطه او مناديل مطبخ او في مصفى وتفتحي عليها المروحه. اهم حاجه ما يبقاش فيه نقطه ميه. وبنشيله في الكيس وفي الفريزر على طول. بعد كده نحط بقى التوابل بتاعتنا. ده يعني ان انت تحافظي على الفلفل وهو صحيح، تحطيه بقى تقطعيه، يعني مش مطحون. عندي الهريسه طبعا، الهريسه بتاعت الشطه. عندك حطيها، ما عندكش ما تحطهاش، ما فيش مشاكل. عندك هريسه بالفلفل الاخضر حطيها، اللي احنا بنعملها اللي هي بالثوم والفلفل الاخضر. اللي عندك حطي، ما عندكش خلاص. او شويه شطه هتخليها 100 فل وعشرة، يعني بجد الشطه هتخليها حلوه قوي. احنا هنا بصوا بقى الميه يا جماعه. انا يعني كنت مغرمه قوي باللون الميه كده من قبل ما انت تحطي عليها اي حاجه. بصوا 3 معالق خل على الكميه اللي انا حطاها. هي راس توم دي متوسطه. قطعت عليها قرنين فلفل اخضر. طبعا لو فريش هيكون احسن طبعا، بس دوت ما بيغيرش طعمه ولا اي حاجه. حطيت معلقه كمون محترمه، معلقه صغيره كده كمون. هنحط شطه عشان نخليه سبايسي، حمي قوي، احنا بنحبه حمي قوي. والملح بتاعه يبقى يعني مظبوط قوي، ولا دلع ولا زيادة، لان هو هياكل في الملح بتاعه لما هيتخلل ويقعد شوية هيتملح معانا. طب الليمون يا بوسي، حطيت 3 ليمونات كبار على الثوم. وخدنا شوية المية بتوع البتنجان دول بقى يعني البهاريز اللي بيقولوا بتاعت البتنجان. الدقة ديت بجد هتخلي طعم البتنجان في حتة تانية خالص. وكله هيقولك انت عاملاه ازاي، وهو ابسط ما يكون، يعني ابسط حاجة انت ممكن تعمليها. زي ما انتوا شايفين كده انا بحب قوي احط البتنجان عشان تاخد من الدقة كلها، ويفضل الدقه بتاعتنا تخش جوه البتنجان. شفتوا بقى اللون البتنجان عامل ازاي، والتسويه بتاعته. هنا كنت انا بقول لكم على التسويه. بصوا البتنجانه بتتقطع بكل سهوله وفي نفس الوقت ماسكه نفسها، والتسويه ممتازه جدا. انا عايزه اقول لكم بقى على، يعني بصوا الميه ابتدت تحمر. طبعا الحمار دوت هيتنقل للبتنجان، بس لازم يقعد لتاني يوم او يقعد ساعتين 3. فاهمين؟ البتنجان كده لسه معمول حالا، لكن لو قعد ساعتين 3 هيبقى لونه الاحمر الموف، اللون البتنجاني اللي كله يقولك انت جايبه لدرجه اللون دي منين. انت ممكن تحطي له لون، ممكن تحطي له اي حاجه تحمره، لكن اللون الموف اللي هو اللون البتنجاني هيقولوا لك انت عاملاه ازاي مطلعه اللون البتنجاني كده. لونه وردي وجميل ويفتح النفس الصراحه. وده كان طبقنا النهارده اهو. بصوا انا سايبه لكم حته كده عشان تشوف الميه دي كلها هتاكل في البتنجان. البتنجان كله هيبقى نفس اللون ده. صدقيني مش هتعملي بتنجان غير بالطريقه ديت. انا خلاص معتمده الطريقه ديت، ما بعملها وبعملها بقالي سنين، ما بعملش غيرها. ما بحبش اعمل اي افتكاسه فيه، لان بجد هي احلى طريقه بتنجان. والسلام عليكم ورحمه الله.